تخيل ان قلم الروج ده ممكن يقول لنا اقتصاد البلد رايح فين. لا مش بهزر، بتكلم بجد. تعال افهمك. الطبيعي ان لما الدنيا تغلى والاسعار تضرب في العالي، الناس تبطل تشتري حاجه وتوفر، الا الروج ومستحضرات التجميل. المبيعات بتاعتها بتطير في السماء وقت الازمات والكساد، والحكايه دي بدات من سنين طويله جدا، وتحديدا في وقت الكساد الكبير في امريكا. الناس في الوقت ده حرفيا ما كانتش لاقيه تاكل. الغريب كمان وقتها ان كل المصانع قفلت، ومبيعات العربيات والعقارات وقعت في الارض، الا حاجه واحده بس مبيعاتها ضربت في العالي: الروج. علماء الاقتصاد في الوقت ده استغربوا جدا، واتعرفت الحاله دي اقتصاديا باسم مؤشر الروج. الستات بطبعهم بيحبوا يدلعوا نفسهم، بس لما الدنيا بتغلى قوي والاسعار بتبقى مولعه، الست في الوقت ده بتلاقي نفسها مش قادره تشتري الفستان اللي كان نفسها فيه، او الشنطه البراند اللي ثمنها 20,000 جنيه بس. هنا بقى المخ بيلعب لعبه ذكيه جدا، بيبدا في اوقات زي اوقات الكساد يدور على حاجه رخيصه، بس في نفس الوقت لازم الحاجه دي تحسسها ان هي لسه جميله ومستواها ما اتغيرش، فبتقرر هنا تجيب قلم روج جديد. يعني ببساطه الروج بيبقى هو المسكن في الوقت اللي زي ده، اللي الست بتهرب بيه من غلاء الاسعار. الموضوع كمان وصل لدرجه ان شركات التجميل بقت عارفه لما مبيعاتها تزيد ان هيحصل ازمه اقتصاديه كبيره. يعني بالاخر، لو لاحظت ان مبيعات الروج زايده حواليك، اعرف ان الدنيا بايظه على طول.